السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الهمزة ومكان خروجها منين وازاي ان احنا نحققها. المرة دي هناخد حرف الهاء. طب ليه اشمعنى حرف الهاء؟ احنا ماشيين بالترتيب من بداية جاز النطق من عند الحنجرة، من اقصى الحنجرة او اقصى الحلق من تحت، تمام؟ فاحنا الهمز والهاء من نفس المكان اللي هو اقصى الحلق، تمام؟ طيب ايه الخطأ اللي بيحصل في الهاء؟ الهاء يعني من الحروف الضعيفة، فاحنا لازم نركز هي بتطلع من مكانها الصحيح ولا لا، لان لو ما طلعتش من مكانها الصحيح هيكون النطق بتاعها ضعيف جدا ومش هنعطي الحرف الهاء حقه، تمام؟ فمثلا البعض يقرأ فيقول ايه؟ أهلك، يهتدي، أهدى، مالية، سلطانية، أتاه، تمام؟ فبيبقى صوت الهاء ضعيف، فاحنا المفروض نركز عليه ان احنا نخلي الهاء تيجي من اقصى الحلق. أهلك، عايزين نتأكد أنا بجيب الهاء من مكانها ولا لأ، بفضل أتدرب على الحركة دي، أه، أستشعر إن الهاء جاية من نفس المكان إن الهمزة جت منه، تمام؟ أه، 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 تمام؟ أهلك، يه، يه، يهتدي، يهتدي، تمام؟ أهدى، أه، أهدى، مالية، سلطانية، أتاه. يبقى نتأكد إن الهاء طالع من مكانه، مش عايم في التجويف في الفم كله، مش قادرين نحدد هو جاي منين، تمام؟ أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.